اي راجل فلوسه فيهم البركه. هذاك الشيء علاش ربي عطاه بوزيسيون نمبر 1 فيهم البركه. كتلقاي مثلا اي راجل ما كيهمش اش خدام، فهمتي؟ المهم اي خدمه كتلقاه كاري، جايب الحولي، كيتحافر مع الزمان، ملبسك انت كتشوفي راسك عندك بيجامات لابسه، كتلقاي كيجيب لك، كتلقاي عندك ماكله سخونه فوق الطبله، كتلقاي عندك برادات، داك النعناع الله يخلف على جميع الرجاله ديال العالم، داك النعناع اللي كيجيب لك فوق الطبله كيكون هو اللي جايبو مسكين. اتاي كتلقاي دارك عامره، ولاحظيها البركه كتمشي ملي كيخرج الراجل مع الباب، كتعيي ما تخدمي، كتعيي ما يعطيوك، سبحان الله دارك مهجوره، فيها شي حاجه ناقصه. الدار كتلقاي الا دخلتي عند شي مطلقه كتلقاي دارها بحال مهجوره، كتلقايها غير كتبكي وكتشكي وفي شكل، وتقدر كاع تكون شاده ديك النفقه وداكشي وما بيناش عليها نهائيا، ما عرفاش اش دير بحياتها تالفه، باغا تزوج تعاود زواج، ولكن غسان باغي غير يدوز الوقت، باغي بغيت معاها الفاتحه كتفقس، كتلقى راسها باغا تخرج تشطح، ولكن كبرات الناس كيقول لها مدام لاباس عليك مدام، كيدير الوالده ناري نهار اللي دري الوالده انايا غتجيني الخلعه. المهم الناس راه كيفيقوك على لاج ديالك، ديما لاج ديالك في الصف الاول، يعني بحال كيقول لك اش كديري اختي نتيا هنايا، راه ما عندكش 20 عام، سير رجعي لدارك. كيبقاو يسمعوها يوميا، باغا عاد تشطحي فات عليك قطار الشطيح. علاش ما تحافظيش على دارك وعلى وليداتك ودوزي ستيب 2؟ لانك انت صافي ليطاب الاولى راه دزتيها، دابا انت في ليطاب 2. ليطاب 2 هي تربي الولاد وتخرجي الطبيب والمهندس والاستاذ. راه سالا الفيلم ديال صغير راه كنتي كدوري على الحب، حتى الحب ما كيجيش داك الحب بزاف، فهمتي؟ عاد تقلبي على الحب غادي يشوف لك بعينيك، اول حاجه يشوف لاج ديالك راه ما يبقاش يحبك بنفس الطريقه، ما كيحبوش حدا عندها 20 عام بحال وحده كبرات. نسي الموضوع، كوني واقعيه، سيري مع الحياه، مع الواقع ديال الحياه.